رباطاوي طقاه من هنا للجنوب عشان يفتح له دكان بتاع جلاليب وعراقي وسراويل في الجنوب. بسم الله فتح الدكان كده جاو لك جنوبي عريان زي ما الله خلقه وقال للرباطاوي يا لي كلا بكمل للراجل. الرباطاوي عين له من تحت ليه فوق وقال له يا اخ كده خلينا من على العراقي بقى كم قروشك دي خديها وين. آدم جوا شايقي ماشي في الشارع في امان الله الرب ربطوا لك عربيه طقته هناك ودوا المستشفى اللي عملوا له عمليه في راسه. بسبب العمليه دي فقد الذاكره جابوا البيت الناس بدات تزوره وتقول له الحمد لله على السلامه وكفاره وكده. الشايقي اللي عمل حادث ده كان داير من عمه قروش وكده عمه وصلوا الخبر انه ولد اخوه عمل حادث وفقد الذاكره. العم انبسط لما بغادي قال لكنه مش نتاكد نشوف صحيح فقدها ولا كلام ساي. جليه وقال له يا اخي الحمد لله على السلامه والله الدكتور ده لف لك راسك ده بشاش ساطوا لك صواطه ما خلى لك اي حته. الولد قال له اي والله كلامك صح راسي ساط كله الا الحته اللي فيها دينك دي. آدم جوا في يوم من الايام في مكان في السودان شايق ورباطاوي مسافرين راكبين فوق لوري. الشاقي شنطته مليانه كيلو الرباطاوي جيعان. الشاقي بطلع من شنطته بياكل بعين الرباطاوي ساكت والرباطاوي ماكله معاه. مع انه الدنيا كانت برد شديد الرباطاوي طلع بطانيته من شنطته واتغطاها واكلها لك زي ده. بعد شويه الشاقي شبع والبرد نفخ لك عين الرباطاوي لقاه متغطي ببطانيه قاعد يقول والله انا عندي بلح وقرقوش وطحنيه وكراسه وعسل اوف السيدين نعمل بهم شنو. الرباطاوي قال له معناتها عمل بهم سيوده.